الرئيس السيسي قال العافي محدش بيقدر ياكل لقمته. عايز تعرف انا ليه بقول لك الجمله دي؟ هقول لك، بس قبل ما اقول لك تعالوا بينا ناخد جوله في الاخبار العالميه علشان اللي بيحصل هناك مش بعيد عننا خالص. حضر قهوتك وركز معايا علشان الكلام اللي جاي فيه تفاصيل كتيره ومهمه. ما تنساش تتاكد انك عامل لي فولو وسبسكرايب علشان دايما هتلاقي هنا الخلاصه مع اسلام عمر. يلا بينا. نروح لروسيا. بوتين النهارده الصبح كان عامل مؤتمر صحفي على الهواء مباشره. المؤتمر ده بوتين بيعمله كل سنه وبيستقبل فيه الاسئله من الشعب الروسي وبيرد عليها على الهواء مباشره. بس اللي قاله بوتين في المؤتمر ده خطير الصراحه، علشان كان بيرد بكل قوه على الاسئله. بوتين قال ان الجيش الروسي بيحقق الانتصارات بشكل مبهر على كل الجبهات، وقال كمان ان الجيش الاوكراني خلص كل احتياطيه الاستراتيجي من سنه 2024. ومش كده وبس، ده قال كمان ان زيلينسكي رئيس اوكرانيا فنان كوميدي موهوب وما ينفعش يكون رئيس جمهوريه، واوكرانيا مفيش قدامها غير الاستسلام وعقد اتفاقيه سلام، بس انا مش هعمل سلام مع فنان كوميدي. اما بقى بخصوص الاصول الروسيه المجمده في بنوك اوروبا اللي الدول الاوروبيه عايزه تاخدها، فدول لصوص. والله قال كده حرفيا، وقال ان الرد الروسي عليهم هيكون مزلزل، بس ما قالش هيرد ازاي. وعلى الناحيه الثانيه انجلترا، امين حلف الناتو مارك روتا طلع بتصريح الاسبوع ده وقال الحرب باتت على ابوابنا، انجلترا تسكت ابدا. الحكومه البريطانيه بتتحرك بسرعه وغيرت في بعض القوانين العسكريه عندها لدرجه انها قررت دمج الشرطه والجيش والادارات الحكوميه مع بعض. بالبلدي كده الانجليز بيعسكروا البلد. الله يا جدعان، مش انتوا كنتوا بتقولوا ان الجيش مكانه الحدود؟ قال لك لا معلش احنا هنواجه حروب هجينه. ده مش كلامي حضرتك، ده كلام خبراء عسكريين في المعهد البريطاني للخدمات المتحده والمسؤول عن وضع الاستراتيجيات العسكريه في بريطانيا. الله، هو مش ده الكلام اللي كان بيقوله الرئيس عبد الفتاح السيسي سنه 2016 اننا بنواجه حروب هجينه؟ يعني الجيش المصري وعبد الفتاح السيسي كان سابق تفكير العالم ب10 سنين. وعلى الناحيه الثانيه امريكا، ترامب تقمص دور الشيخ حسني في فيلم الكتكات وطلع قال 70 سنه مش عارفين تاخدوا الجولان، وانا واعوذ بالله من كلمه انا جبت لكم الجولان برشه برفان واحده لاحمد الشرع، وبقت الجولان فهم نظم رسمي اسرائيليه. الغريبه جدا ان بعد اعتراف ترامب في المؤتمر الصحفي بان احمد الشرع تنازل رسميا عن الجولان ووقع على كده، ما سمعناش لا حس ولا خبر لاي حد سوري. احب اقول لكم وافكركم ان محمد مرسي وجماعته كانوا هيعملوا كده حرفيا في سيناء. والله كانوا هيتنازلوا عنها لاسرائيل في مقابل 13 مليار دولار، والوثائق موجوده والقطن ما بتكذبش. ولولا ساتر ربنا والجيش المصري قوي كان زمان نتنياهو بيتمشى في سينا وبيتفقد قواعده العسكريه. ومش سينا بس، ده كمان حقول الغاز اللي في شرق المتوسط اللي كانت طمعانه فيها تركيا. هو مش قال لكم العافي محدش بيقدر ياكل لقمته ومحدش كان مصدقه؟ اديكم شايفين بعينيكم، الشمال السوري كله بقى لتركيا والجنوب السوري كله بالجولان بقى اسرائيلي. هتقول لي امال السوريين اخدوا ايه؟ والله حضرتك السوريين فرحانين ان احمد الشرع اول زعيم عربي ترامب يرش له برفان. وعلى الناحيه الثانيه ايطاليا، الحسناء جورجيا ميلوني رئيسه وزراء ايطاليا طلعت في البرلمان الايطالي وقالت ان العبث مهاجمه عدو وهمي. طب يعني ايه الكلام ده؟ ميلوني قالت العدو الحقيقي اللي بنواجهه في اوروبا هو احنا، علشان مش عارفين نتفق على قرار واحد في الوقت اللي امريكا غيرت استراتيجيتها الامنيه وقالت نفسي وما بعد الطوفان. ميلوني بتقول لهم امريكا طلعت وقالت ان جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك. يعني لو اوروبا دخلت في حرب امريكا هتقول ماليش دعوه، واحنا هنا في اوروبا مش عارفين ناخد قرار واحد يوحد ربنا. ومش كده وبس، ده طلع نائب رئيسه الوزراء نفسها ماتيو قال اذا كان هتلر ونابليون ما يقدروش يخلوا موسكو تخضع لارادتهم خلال حملاتهم في روسيا، فهل من الطبيعي ان كايا كالاس وماكرون وستارمر وميرتس هينجحوا في كده؟ يعني بالبلدي كده اذا كان عتاوله التاريخ ما عرفوش احنا اللي هنعرف. وعلى الناحيه الثانيه المانيا، فالمانيا بقى القصه مختلفه خالص. دول غيروا القوانين والدستور حضرتك وبيعسكروا البلد كلها لدرجه ان مستشار المانيا اللي هو زي رئيس الوزراء عندنا غير الدستور والعقيده العسكريه واعطى صلاحيات اكبر لجهاز المخابرات الالماني انه يعمل عمليات عسكريه او تخريبيه خارج البلاد. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني بالبلدي كده المانيا بتقول مش هيكتفي بجمع المعلومات والتجسس، لا ده هيقوم بعمليات عسكريه او تخريبيه في اي دوله هو شايف انها بتمثل خطر على المانيا. ده غير ان المانيا غيرت عقيدتها العسكريه من الدفاع للاستعداد للحرب والهجوم. طبعا الكلام ده لاول مره يحصل في التاريخ الالماني من بعد الحرب العالميه الثانيه، ودي حاجه مسببه رعب لاوروبا كلها. هم خايفين يحضروا العفريت الالماني اللي ما حدش هيعرف يصرفه. اوروبا كلها مش ناسيه اجتياح الجيوش الالمانيه لاوروبا كلها في الحرب العالميه الثانيه، والمانيا خايفه من اجتياح روسيا ليها بعد ما تخلص على اوكرانيا.
وامريكا اللي كانت بتحميهم خلعت وغيرت استراتيجيتها الامنيه وحاجه بقت زبادي بالخلاط خالص. وعلى الناحيه الثانيه اثيوبيا بعد ما اتاكدت ان مصر خلاص قرت الفتح على السد، وطلع وزير الخارجيه المصري في المانيا وقال زمن المفاوضات انتهى والكلام مات خلاص. الخارجيه الاثيوبيه من بعدها عندها اسهال تصريحات وكل يوم بيان، وابي احمد بيعسكر السد بانظمه دفاع جوي ايش اسرائيلي على روسي. يا عم مين مفهمك بس ان مصر هتضربه بالطيران؟ يا ابني الجيش المصري محدش بيتوقعه، ولو مش مصدقني روح اسال حبايبك اللي عملوا خط بارليه في المنيع اللي صمموه ضد القنابل النوويه، وفي الاخر الجيش المصري خلص عليه بابسط افكار العلم والفيزياء والعلوم العسكريه. شوف انت بقى الكلام ده من سنه 73 واحنا في سنه 2025. انا عايز اقول لكم ان في تقارير بتقول ان ابي احمد من ساعه ما شاف معرض السلاح المصري ايدكس ايجيبت وهو عنده اسهال ومش عارفين يخرجوه من الحمام. يا ابني الجيش المصري والعقول المصريه خارج كل التوقعات العالميه. وعلى الناحيه الثانيه والمهمه لينا كلنا مصر، لو عايز تعرف انا ليه قلت لك ان العافي محدش بيقدر ياكل لقمته، يبقى اتفرج على اللي حصل في صفقه الغاز. الدوله المصريه قالت كلمتها وخلاص، نتنياهو قعد يروح ويجي ويدبدب في الارض ويجيب ترامب واسطه ليه. انا مش عارف ليه ترامب محسسني ان نتنياهو يبقى ابن اخت. طب نتنياهو يجي لك القاهره يا سيسي ويوقع الصفقه، السيسي يقول له لا. طب تعالى انت واشنطن ونجيب نتنياهو وتسلموا على بعض وتوقعوا الصفقه، السيسي قال له لا. خد بالك دي لتاني مره ترامب يطلب من السيسي يروح يقابله في امريكا والسيسي يرفض، ودي سابقه لم تحدث في تاريخ امريكا. وفي الاخر نتنياهو وقع على الصفقه ورجله فوق رقبته، وطلع ترامب وقال السيسي صديق الشخص. لا يا راجل ما عرفتكش انا كده. وده يثبت لك ان الدوله المصريه دوله قويه وصاحب القرار، وان الزعيم السيسي رئيس من طراز فريد، لما بيتكلم العالم كله بيسمع له وبيرضخ ليه بكامل ارادته. ودي اسمها في العلوم السياسيه ارغام وارضاخ الدول لارادتك وبدون ما تضرب طلقه واحده. وكمان في مصر شركه ديلي العالميه وقعت خلاص عقود انشاء اكبر مصنع في مدينه العاشر من رمضان الصناعيه. هيطلع حد ويقول لي وتطلع ايه ديلي دي؟ هقول لك فاكر زمان لما الشعب المصري كله كان بيقول معقول احنا في مصر مش عارفين نصنع حتى استيكه ولا بريه، وكل الادوات المكتبيه كانت صيني، لدرجه ان الواحد كان خلاص بيقول لما كل حاجه اولادنا بيستخدموها في المدارس والجامعه صيني، طب ما نخلف عيال صيني بالمره. بس مع السيسي مفيش مستحيل. شركه ديلي العالميه اخذت الرخصه الذهبيه في العاشر من رمضان لانشاء اضخم مصنع في الشرق الاوسط وافريقيا لانتاج المواد المكتبيه وكل ما يخص المواد المكتبيه من اول القلم الرصاص من الابتدائي لحد الجامعه، غير المنتجات المكتبيه الخاصه بالشركات كمان باستثمارات 200 مليون دولار. هتقول لي بس يديني ويديك طول العمر على ما المصنع يتعمل ويشتغل يكونوا ولادنا اتجوزوا وخلفوا كمان. احب اقول لكم ان شركه ديلي ايجيبت هتبدا الانتاج من مصانعها في 2027 وبمواصفات اوروبيه علشان تصدر لاوروبا. امال هم اخذوا الرخصه الذهبيه ليه؟ حقيقي من الحاجات اللي كانت بتضايقني وبتضايق الشعب المصري كله ان كل المنتجات المكتبيه اللي بيستخدمها الشعب المصري صيني. النهارده اقدر اقول لك وبكل فخر ان المنتجات كلها صناعه مصريه، ولسه لما شركه ديلي تدخل السوق هتلاقي كل المنتجات المكتبيه في اوروبا وامريكا بكل فخر صنع في مصر. وكمان في مصر دخلت شركه نيو هوب الصينيه. هتقول لي وتطلع ايه دي كمان؟ لا يا سيدي، دي يا دوب اكبر شركه لصناعه الاعلاف في الصين. لا دي مش اكبر شركه وبس حضرتك، دي عملاق صناعه الاعلاف في الصين وقاره اسيا والعالم كله. جت مصر وعملت 3 مصانع اعلاف واستثمارات ب 3 مليار دولار. امال انتوا كنتوا فاكرين الفراخ سعرها رخص ليه؟ عشان انت بقيت تصنع الاعلاف هنا في مصر وما بقتش تستوردها. ومش بس كده، دي الشركه قررت تتوسع في انتاج اللحوم، يعني مش هتكتفي بتصنيع الاعلاف وبس، دي كمان هتعمل مزارع تفريخ وكتاكيت وليله كبيره سعادتك. وكمان في مصر الخطوط الحمراء للدوله المصريه. هل تعتقد يا صديقي ان في دوله ضعيفه في الكوكب ممكن ترسم خطوط حمراء للكوكب كله؟ هل يجي في خيالك ان دوله ضعيفه ممكن تشرط وتتشرط على الكوكب كله وتقول لهم دي خطوط الحمراء للامن القومي؟ عزيزي المتابع، الكوكب لا يحترم غير الاقوياء. وفي احدث الخطوط الحمراء اللي بيرسمها الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح نزل بخط احمر جديد لنا. السيسي طلع امبارح وقال مؤسسات الدوله السودانيه خط احمر، والجيش السوداني خط احمر، وتقسيم السودان خط احمر، واللي عايز يجرب يقرب، وسيتم تفعيل اتفاقيات الدفاع المشترك. ومات الكلام على كده. هتقول لي بس اشمعنى دلوقتي؟ ما بقالهم سنين بيطحنوا ببعض. هقول لك علشان كانت الحرب هناك بين ميليشيات وجيش، وقدام العالم كله معارضه بتحارب ضد معارضه. انما دلوقتي في دول دخلت بتقلها في اللعبه وعايزه تنهي وجود الجيش السوداني وتحول السودان لنموذج سوري بيحكمه ميليشيات. ومستحيل الجيش المصري يسيب على حدوده ميليشيات زي ميليشيات سوريا. هنا بقى الجيش المصري هيرفع نبوته، بس ساعتها الكوكب كله عارف ان النبوت ده مش هينزل غير لما يوصل لحد هضبه الحبشه. امال هو ابي احمد بيدبدب في الارض ليه؟ لا ثانيه واحده، هو وصل اصلا. دايما وابدا تحيا مصر. ما تنسوش تكتبوها في التعليقات، وسلام عليكم.